ديك الواقعه اللي تتشوفوا، ما كنتش عارف انني عندي تربصات من طرف بعض الشناقه. الحمد لله السلطات دخلات، الامن دخل. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. ومازال عبد الاله تيقولها، انا راه تندير الخير. انا الكلمه الاولى اللي تلفظ بها داك الشخص هو قال ان سير لمراكش وبيع باش بيتي. واش ما بغيتوش الناس تاع اكادير ياكلوا الحوت؟ احنا راه كنا مغاربه، علاش تكون في طريق واحد مسكين اللي محتاج انه ياكل الحوت بثمن رخيص، علاش تكون ليه في طريقه؟ فكان هذا ظلم قبل ما يكون جرم. الله يجازيكم بخير. خليو الناس تاكل الحوت باش بغات، وخليو الناس تعيش. احنا الحمد لله تنعرفوا ان عندنا جوج بحور الخير الحمد لله في بلادنا موجود. بلادنا ما خصهاش الخير الحمد لله. عندنا ملكنا وعندنا بلدنا وعندنا وطننا. وكنا شوف في كاس العالم اللي داز كانوا الشباب ديال المغاربه هم احلى شباب في كاس العالم، وما اللي خلاو كاس العالم يكون اجمل. فبهذا تنقول راه ماشي في كاس العالم كاينين الشباب، راه جميع المجالات الشباب المغاربه قد اقتحموا الاماكن الحمد لله. دائما ما كانوا الشباب المغاربه الافضل. انا ما تنديرش شي حاجه خايبه تترجع على البلاد بالخيب. انا لو كنت اعلم انني تندير شي حاجه خايبه لفرضت على راسي ان انا تنحب الوطن ديالي قبل ما تنحب نفسي. فخليوني ندير الخير مع الناس المساكين. اجي محاوله ماشي للتشويش، محاوله للتهديد. للتهديد ما بغاونيش انني نخدم. انا خليوني نخدم. انا ما تنطالب بشي حاجه خايبه. انا خليوني نخدم. اما انتم كانكم شناقه، حسبوني ولدكم واش نمشي ندير مخدرات او نخدم لصالح الوطن. فشكرا لكم السلطات، شكرا للامن، وعاش الوطن وعاش الملك. وشكرا لكم. غدا الافتتاح غادي يكون افتتاح جميل مع الناس تاع اكادير والامازيغ، كلنا يد في يد باش نقص الحوت، وانا معكم الى ان ينقص الحوت. والشناقه ان عادوا عدنا.